مساء الفل، عاملين ايه؟ لما انا خلصت امبارح شغل الفراخ والحاجات دي، سلقت جنبي بقى حته لحمه وقلت لما اعملها كبسه. وجيت بقى قطعت البتنجان زي ما انتوا شايفين، وقطعت البصل ورشيت عليه ملح علشان يسرد الميه اللي فيه كده ما يشربش زيت كتير. بعد كده قطعت طماطميتين، وكنت غاسله الرز وقرنين فلفل. وطبعا اللحمه استوت معايا سوا كامل، يعني اول ما لقيتها استوت خالص بالشكل ده حطيت لها الملح بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده شلتها من على النار واديت لكل حاجه شوحتها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده جبت حله، رشيتهم الاول بقى كمون على ملح وفلفل وحاجات من دي. وجبت حله بقى ورصيت المقلوبه بتاعتي، بجد كان طعمها تحفه. طبعا انا موريتكمش التفاصيل، بس يا دوبك مشوحه والحاجات دي، وسهله جدا، وجربوا الطريقه وهتعجبكم قوي. ورصيت اللحمه معايا ورصيت كل حاجه كنت بوريكم. طبعا الرز بتاعي سويته سوا كامل، شلت بقى الاطباق من جنبي والحاجات دي. شايفين الرز مستوي خالص تماما، يعني يا دوبك بقى كبسته كده كويس عشان لما اجي اقلبها تبقى اسمها مقلوبه، تتقلب كويس. وهحطها ربع ساعه على النار وبعد كده اقلبها معاكم. تمام. شايفين؟ طبعا بتنضفي المكان وراكي، لقيتي حاجه واقعه تشيلي الاطباق، تنضفي كل حاجه جنبك الاول. وبعد كده هجيبها، شايفين استوت بقى على طول ربع ساعة، كل حاجة اصلا مستوية بس تاخد طعم من بعضها كده. وقلبتها معاكم. يا رب بقى المقلوبة دي تعجبكم، وبجد طعمها كان خطير، جربوها بنفس الطريقة وهتعجبكم قوي. ماشي. شايفين الجمال؟ بجد جميلة جدا. طبعا هنحل بايه بقى؟ كنا العصر، فقمت جايبة بقى عنب وجبت مانجا. طبعا حطيت العنب الاول تحت المية يتغسل الاول، وشلت بقى اي حاجة كانت فيه. قشرت بقى المانجا كويس جدا، قطعت شوية كده بحطهم، بحب فيها قطع يبقى طعمها جميل قوي. وبعد كده كل ما اقشر بقى اقطعها بالطبق بالشكل ده. منجاية واحدة بس عملت لي احلى شوبين عصير مانجا، بجد طعمهم خطير جدا. جربوا الحاجات دي، شوف بتبقى بأقل حاجة وبتعمل اللي نفسك فيه. تمام. طبعا المانجا بعملها بحط عليها معلقة مانجا خام، يعني بجد بتعزز الطعم، يبقى جميلة. وحطيت 3 معالق سكر كبار كده على الكوبايتين، ومية لازم تكون متلجة خالص، وان ما كانتش متلجة تلجيها. تمام. ضربتهم بقى في الخلاط وجبت كوبايات ونزلت فيه القطع، وبعد كده فضيتهم. وبألف هنا وشفا. طبعا لازم ايه جنبهم ايس كريم، ما اقدرش بجد في الحر اللي احنا فيه ده. جوزي بيجيب لي البتاعه دي على بعضها كده، وبطلع منها مره يجيب لي مانجا، مره يجيب لي اوريو، الطعم اللي انا بحبه يعني. وانتوا برضو هاتوا اللي انتوا بتحبوه. وبس كده، وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.